مثلا أخذت رياض الأطفال كانوا مدرسات مصريات، أخذت الابتدائي المتوسط ما شنو مصريات. اللي عالجني أول طبيب عالجني مصري. أول كتاب قريته كتاب كان مصري. أول جريدة فتحتها جريدة كانت مصرية. فبالتالي أدين في تأسيسي الثقافي والعلمي والمعرفي والنفسي وحتى العاطفي. يعني أسمع أم كلثوم، عبد الحليم، نجاة، غيره كله مصري. وبالتالي تكوين هذه الشخصية بنيت بأساس من مصريين بمختلف المجالات. فبالتالي يجب أن يكون عندك ولاء لهذه الأرض، بلس أنها هي الديرة اللي كنا نسافر لها باستمرار، يعني كمكان نروح له باستمرار مصر. ولكن أنا أكيد أن سبب المحبة هي أن أنت خذيت كل أسس المعرفة في الدنيا من خلال المصريين، إن كانوا مدرسين وإن كانوا فنانين وإن كانوا أدباء وإن كانوا غيره. أنا من بيت كله شعر. أبوي شاعر الله يرحمه وأخواني شعراء وشعر، يعني محبين للأدب والفن والثقافة. فبالتالي هو نفس المجال. بس أنا فضلت أدرس علم الاجتماع لأن أنا أتصور أن معرفة طبيعة المجتمع تحتاج بعض الأسس في علم الاجتماع عشان تقدر تفهم. أنا درست علم الاجتماع وجغرافيا، الاثنين مرتبطين في تقسيم طبيعة المجتمع. يعني مادة الأنثروبولوجي هي طبيعة الإنسان، دراسة الإنسان، هي تساعدك على كافة الحلول اللي ممكن تنفذ لها من خلال الشخصيات اللي أنت تتعامل معها، وتجيد كيفية التعامل. السياسة والفن خطين متوازيين، دائما واحد يخدم على الثاني بأي حال من الأحوال. فبالتالي هو خط واحد يعني لا ينفصل. طبعا دائما أعرف نفسي إن أنا فانز لمرتضى منصور، مثل ما الفنانين عندهم فانزات، أنا فانز لمرتضى منصور. أنا قلت قبل شوية لما أجد نفسي متضايقة أو تعبانة أو أشعر لحظة تجلي مع النفس، أشغل لقاء حق مرتضى منصور وأسمعه عشان أرتاح نفسي. عشان تقعد تحط أم كلثوم وتسمعها، بالنسبة لي نفس الشيء. فبعيدا عن مشاعري أنا الشخصية، أنا عندي وجهة نظر خاصة في موضوع حقوق الإنسان أو دكاكين حقوق الإنسان اللي موجودة حاليا. أنا ملاحظة هذه الدكاكين لا تنطق ولا تتكلم إلا إذا كان المتهم في القضية هو شخص مسيء للوطن، كان وطننا أو وطنكم أو أي من الأوطان العربية. يعني أنا ما أشوف مثلا لما استشهد الجندي المصري البطل اللي هو راح دفع نفسه تجاه القنبلة عشان تنفجر فيه ويحمي زملائه، ما شفت حقوق الإنسان تكلموا عن أولاده وينهم. ما شفت حقوق الإنسان ولا دكان من هذه الدكاكين تكلمت عن حق أولاد هذا البطل في حياة كريمة مثلا. يمكن الدولة تغفل جانبه، طب ليش ما تدافعون عن أولاده؟ بينما أجد الصوت عالي جدا إذا كان واحد من حرض بشكل علني ومباشر وصريح على تهديد السلم الوطني أو قلب نظام الحكم. قانون في مصر وقانون في الكويت واضح. ما هو حتى القانون تقدير السلم العام، تقدير أنت لما تحرض على مخالفة القانون إذا أنت قدرت السلم العام. أنا لما أقول لك ممنوع، أرجع على كلمة ممنوع كلينكس، ممنوع ترمي كلينكس في الشارع، ده قانون ما في تفسير. أنت رحت رميته إذا أنت أسأت للبلد. مع بساطة المثل اللي أنا قاعد أعطيك إياه، مثل جدا بسيط ولكن هو ينطبق. أنت لما تحرض على قلب نظام الحكم تقول يسقط حكم السيسي، حرضت على قلب نظام الحكم، ما فيها روح تعال. لما تطلع وتقول يجب أن سيسي يستقيل ويترك الحكم وإذا ما شال بنفسه إحنا حنشيله بثورة، إذا حرضت على قلب نظام الحكم. هذا مخالفة صريحة للقانون، القانون واضح ما فيها تأويلات وتفسيرات. أنا أجي وحرض بشكل صريح. أنت معترض على القانون، قد يجوز أنت معايد تقول لا أنا معترض، اللي يحرض على يقول أقيل السيسي لا يحرض على الأمن، هذا حرية لك. لكن القانون اللي بالورق مكتوب هذا تحريض على قلب نظام الحكم، يجب أن يحترم. طالما أنت مواطن تنتمي لهذا الوطن لازم تحترم القانون، مثل ما تحترم قانون أنك لازم تلبس حزام الأمان وأنت ماشي، مثل ما تحترم قانون أن إشارة المرور توقف عليها. أنا مو عاجبني إشارة المرور توقف عليها، أنا شخصيا أنا أكره حزام الأمان ما أحبه، ولكن مضطرة حاليا ما أمشي بسيارة إلا ربط حزام الأمان، ما أسوق سيارتي إلا ربط حزام الأمان. تكره هذا القانون لا تحبه، هذا شيء راجع لك، لكن هذا قانون يجب احترام. أنا اليوم لما ما أحب حزام الأمان وأمشي بالشارع أقول ما بيحط، ما تدفعني غرامة الشرطة إذا مسكوني ما يدفعوني. إحنا بالكويت 150 دينار الغرامة، يعني
يعني 3000 جنيه تقريبا غرامة أدفعها وأنا غصب علي رغم عدم قناعتي في القانون. هو نفس الشيء، ماكو شيء اسمه تأويلات، قانون واضح وصريح اللي يحرض على قلب نظام الحكم. تجي هذه الدكاكين تدافع عنه، أنت معترض على هالقانون، قدم اعتراضك اليوم عندك برلمان، اطلع في البرلمان وكلم ده يوقعنا تاني أنت النائب اللي أنت انتخبته قول له يا نائب حول القانون وغيره، قول أنا القانون هذا مو عاجبني، طالما القانون احترمه. أنا كتبت تويتر، هذه التويتر كتبتها إني أنا مرتضى منصور خط أحمر عندي. شوف الردود اللي جتني، الردود اللي عليها اللي هم معترضين على مرتضى. أنت اليوم العنوان الرئيسي لاعتراضك على مرتضى شنو؟ إنه لسانه، يعني معناته أنت رافض الألفاظ القبيحة. أنا هالحين أفتح لك تويتري اقرأ الردود اللي جتني على مرتضى خط أحمر، ولا كلمة سليمة، كلها ألفاظ سوقية واطية منحدرة لا تنم إلا عن بيئة قذرة أنجبت هذا الشخص. أنا قاعدة بوسط جوقة صحفيين. صحيح. سؤال لكم جميعا، إجابة هي وليس سؤال ولكن إجابة للأسئلة. هل هذه الجوقة الصحفية مو كل واحد فيكم عنده مصدر معلومات مخبيه على زميله؟ هل أنت مصدرك زميلتك تعرف مصدرك؟ الصحفي معتمد على المصدر. إذا أنا ما عندي مصادر لا أستحق إني أقعد مع هذه الجوقة الجميلة وتحتفلون فيني وتستضيفون. أنا أراها احتفالية هذا العدد اللي مستضيف بشكل واضح. فإذا ما عندي مصادر يا أخي لا أستحق أقعد أطبخ ببيتنا مجهوز. هل تعتقد في غبي في العالم ينتمي لجهة مخابرات ويقعد معاكم ويقول أنا مخابرات؟ يا أخي حتى لو أنا مخابرات ما راح بقول لك لا ليس لي علاقة. ده يفنشون لي مخابرات ثاني يوم لو أنا أعترف على المخابرات. لا يمكن يكون هذا السؤال بهذه الصيغة، لأن حتى لو حقيقي في شخص مرتبط في أجهزة سيادية أيا كانت، يفترض أنه هو مدرب من خلال هذه الأجهزة السيادية لا يعترف حتى بالتعذيب، مش في وجوه حلوة وباسمة وحاطين لي كيك وتقولوا لي لو ماسكيني بالضرب. إذا كان حقيقي لن أعترف. الموضوع باختصار أن أنا عندي مصادر معلومات بحكم تجربة طويلة في العمل الإعلامي. أنا صار 25 سنة في هذا المجال، بالإضافة بلس إلى أني أنا خلقت خلية من العلاقات مع صحفيين مختلف الوطن العربي، نتبادل المعلومات. تقدر تاخذ معلومة مني ومعلومة مني وتربطهم بعض وتوصل إلى نتيجة. أنا أعتمد جدا على ربط المعلومات ببعض، ولكن نصيحة لك مرة ثانية تسأل أحد مرتبط، لأن ما في واحد مدرب يعترف على نفسه حتى لو أعطيته كيك. الكسلان اللي ما يقدر يجيب المعلومة بدل ما يعترف إن أنا كسلان ما أقدر أجيب معلومة، يقول ما دي عطوها جهة سيادية أعطتها المعلومة وهي نايمة ببيتهم، لأنه هو ما بيعترف إنه هو فاشل وما قدر يحصل على المعلومة، فعشان شيء يسقطها على الآخرين. مثل لما إحنا كنا نقول هذه نجحت وطلعت الأولى في الصف لأن أمها تعرف الناظرة. ما أقول إني أنا فاشلة ما قدرت أدرس وما قمت في واجب. أتصور إن الشارع المصري مرتاح للنتائج، في أصوات معارضة وهذا طبيعي، يعني في كل دول العالم لا يمكن أن تتفق كل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول مرسل من رب العالمين لم يتفق عليه قومه أهله، كانوا يشتمونه ويسبونه. وحتى لما راح يثرب وناصر اتهموا حتى في عرضه في كل شيء. لا يتفق الناس على شخص معين رغم انه هو رسول مرسل، فتبي الناس تتفق على السيسي كفرد. اكيد في هناك اختلافات، بس واضح ان العموم عاجب الاداء، عموم الشارع الناس عندها مشاكل حقيقيه، مشاكل اقتصاديه، ويجب ان يعيها الرئيس او الفريق المحيط بالرئيس اللي يدير البلد. يمكن أعذرهم أنا كمراقبة للوضع، أعذرهم في فترة سابقة لأن كانت المشاكل الأمنية، يعني لا يمكن أنت تهتم في اقتصاد أو في فن أو في ثقافة وغيره وأنت المشكلة الأمنية عندك هاجس فيها. لكن اليوم مصر أأمن من ما كانت، أأمن في مرحلة حتى من قبل 25 يناير، أأمن من هذا الوضع. إذن أنت اليوم يجب أن تهتم اهتمام صريح ومباشر في الناحية الاقتصادية، لأن لن يعذرك لا الشارع ولا الشعب إذا لم تحل المشكلة الاقتصادية. يعني المصريين أنهكهم الفترة اللي فاتت في الثورات. على فكرة الثورات أيضا مثل الجهد المبذول، يعني هي جهد مبذول. يعني حتى الخروج للانتخابات، يعني تدني نسبة المشاركين في الانتخابات فاتت ليس بسبب عزوف الناس عن الانتخابات أو حملات المقاطعة، بسبب أنه أنهك مجتمع
لم يتعود على ممارسة الحياة الانتخابية سنوات طويلة، جيته خلال 6 سنين طلعته 16 مرة يروح ينتخب. فهذه أنهك، بالتالي تناقص العدد الناس اللي صوتوا بسبب الإنهاك. أيضا بالثورة بالتبعية الناس أنهكت خلال الثورات اللي فاتت، خلال الوقفات اللي فاتت. يعني سنة 2010 أنهكت البلد وأنهكت الموجودين إلا أن يطلع جيل ثاني. بعدين قلت هالكلام قبل شوي وأعيده، اللي يقرأ تاريخ هذه المنطقة تاريخ سليم، الثورات بهذه المنطقة كل 50 سنة تصير هوجة ثورات تلم على كل المنطقة. إن شاء الله كل سنة وأنت طيب، بعد 46 سنة في ثورة الحين ما في نكون متنا احنا. لو لم يحاصر الجيش التونسي الرئاسة علي عبد زين العابدين بن علي ويقول له ارحل حالا، الجيش يعطي الأمر، لما سقط النظام في تونس. لو لم يكن الجيش مع الشعب ضد زين العابدين لم تنجح. نفس الشيء مصر، لو يمكن الجيش مقتنع في إن خلاص انتهى عهد مبارك طلع قال أنا ماشي، لما سقط نظام مبارك أبدا. ما في ثورة ناس تطلع في الشارع وتصارخ يسقط النظام، عمرها ما صارت ولن تحدث في كل المنطقة. سوريا حتى اليوم ما سقطت لأن الجيش مع بشار. اليمن للحين 60 علة وعلة، كل ليبيا للحين معفوسة. هني تلاقت إرادة الجيش مع عزوف مبارك عن الرئاسة. هو داخله عازف، هو عازف صار له سنوات. تلاقت، اتفقوا مع بعض، انتهى. نجاحها كانت وين؟ أنا أتصور الثورة، إذا قلنا ثورة واللي أنا أراها مؤامرة، نجاحها في وصول الإخوان للحكم وإيهامهم إن هذول هم البديل الناجح السليم اللوك الحلو للإسلام. هذا أتصور كان نجاح مرحلي. رئيس السيسي انتدام لنظام عبد الناصر. بداية ثورة 52 جابت عبد الناصر وانجبت هذول كلهم. إجابة يعني إيه؟ السيسي نتاج ثورة 52، هي نفس الثورة انتجت السادات، انتجت مبارك، انتجت السيسي، وفي فاصل كوميدي بالنص. الله كتب في إذا أنت مؤمن بالقضاء والقدر، الله كتبها يوم أن انولد السيسي هذا الرجل سيحكم مصر يوما ما. هو قالها مرة في واحد من التسريبات اللي نزلوها، اللي واحد من الصحفيين نزلها لقاء، قال أنا حلمت إني أنا راح أكون رئيس مصر، وأنا حلمت وشعرت إني راح أصير رئيس مصر. يوم انولد، يوم أمه ولدته، كتب في صفحته السيسي سيكون رئيس مصر. جاب 25، جاب 26، جاب دعمة باص، جاء في خلاف بين اثنين، جاء في انقلاب، جاء في أي وسيلة. الله كاتب راح يصير رئيس مصر، سيكون رئيس مصر. حتى لو كان رئيس مبارك موجود راح تلاقي يسيب كل الناس ويروح يختار السيسي يحطه رئيس. الله كتب. أنا ما عرفت مبارك إلا بعد الثورة. تمام. ما عرفتهم تماما إلا أول مرة شفت مبارك، اللي نزلت صوري هاي كانت أول مرة بحياتي أشوف مبارك. تمام. سر تطور العلاقة بعد كده؟ ولا تطور ولا شيء. أنا شفته، قعدت وياه 3 ساعات 4 ساعات، تكلمنا في مختلف المواضيع. هو انبسط إن عندي معلومات عامة بالشأن الخارجي، وكان يسرد أحداث عن سوريا، عن تركيا، أحداث تاريخية أنا كنت مستمتعة فيها. وأنا كنت مركز على مرحلة الغزو، كنت أسأل عن كواليس مرحلة الغزو. هو كان متشعبي، بيسولف عن مختلف القضايا والقضايا العربية بشكل عام. فهو الرجل يبدو أن شافني مطلعة غيره، أمن أنه ممكن زوجته تسوي معي لقاء. بعد سنة طلبت أسوي معها لقاء، وافقت واستضافتني، بس ما أعرفهم يعني معرفة شخصية مباشرة، ما في أي معرفة شخصية. أنا سألت رئيس مبارك سؤال مباشر عن اللواء عمر سليمان، قلت له هل توفى؟ قال لي نعم توفى. قلت له هل هو فعلا مات في سوريا وما شنو؟ قال لا، هو كان مريض وسافر راح أبو ظبي، ودوه أمريكا يتعالج ومات في المستشفى.
يعني سالته سؤال مباشر عليه. دفن هناك. يعني ده الكلام اللي اتقال واللي اتعلن. ده الكلام اللي اتقال واللي اتعلن يعني، بس بعد كده انا هذا المعلومات انا سالت الرجل المباشر المتصل فيه اللي هو رئيس مبارك، سالته وانا قاعده معاه السؤال، قال لي مات الله يرحمه. قلت له يقال انه مات في سوريا، قال لي لا هو راح ابو ظبي مع شفيق او بعد شفيق، وبعدين غادر راح امريكا هذا كلام اللي تمام. بس ممكن في امريكا يكون يعني لم يمت من الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون حطوا له شيء الله اعلم. امريكا ما اضمنهم يعني مات فعل ما اضمنهم امريكا ما اضمنهم.